فلذلك لا عجب أننا نكون في زمن فقدت فيه السكينة، ولا عجب أننا نكون في زمن كثرت فيه الأمراض المرتبطة بالأعصاب والنفس والتوتر والقلق والحال، من أضواء لأضواء، من شاشات لشاشات، من نقاشات لشبكات تواصل، لحياة، لضغط دراسة على ضغط جامعات، على ضغط وظيفة، على ضغط سيارات، على ضغط غازات وأدخنة، على ضغط تصميم بيوت ما أعرف كيف، ما أعرف هي خطرت في بال مين أصلا. ناس يسكنوا في 100 دور في 16,000 أسرة مع بعض. ما تعرف أنت يعني، ما تعرف أنت متى تشوف السماء، متى تشوف الجبال، متى تشوف النجوم، متى ترى وحياة هكذا. وصارت هي متضخمة من جهة معيارية بحيث أنه بيستسهل الناس في سبيلها الصعاب، والناس تسافر وتروح أقصى الأرض كله لأجل دراسة، شهادة، وظيفة، كذا. وإذا تغرب الإنسان اليوم في طلب العلم الشرعي للدعوة والإصلاح بغير المبدأ الوظيفي المجرد، لا يتقبل الناس ذلك، لكن يتقبلون الإنسان يذهب إلى أقاصي الأرض ولو كان وحيدا، ولو غرب معه امرأة مسكينة زوجته المسكينة، ولا ابنا يعيش بين الغرباء وبين من لا يعرف معهم ولا يشترك معهم لا في دين ولا في ملة ولا في أخلاق ولا في لغة. كل هذا الضغط والزخم. سؤال: حقيقة الموت التي لن يفر منها أحد، وحقيقة الخلود في الجنة أو النار، وحقيقة البعث والنشور، وحقيقة السؤال والحساب، أين موقعها من كل هذه المعادلة؟